اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نعمل عزومة سهلة وسريعة، وازاي نتبع الخطوات نعمل أصناف كتير حلوة جدا وشهية جدا، حاجة كده نفتخر بيها قدام ضيوفنا. أهم حاجة هننزل نضغط لايك وهنشترك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل عشان تتفرجوا على كل الفيديوهات. يلا بينا بقى نسمي الله وما ننساش نصلي على رسول الله. عندي طبعا كمية كبيرة من البصل، فرمتها يا جماعة وقسمتها. ده كده حوالي مثلا هنقول كيلو من البصل، علشان هعمل اصناف كتير من المحاشي. جميل. وعندي حوالي 2 كيلو ونص من الطماطم، فرمتهم ونزلت بيهم على البصل بعد ما دبل. وتعالوا بقى نشوف الطيور بتاعتنا. عندي عباره عن بطايه حلوه محترمه وفرخيه برضو محترمه، غسلتهم وخليتهم زي الفل، ملح وليمون ودقيق، وبقى زي الفل يا جماعه. وعندي كمان بصلتين كبار فرمتهم وصفيت منهم ميه البصل زي ما انتم شايفين كده، مقسماهم في اطباق. زي ما حطيت على دي ملح حطيت على دي ملح، حطيت هنا فلفل اسمر ومعلقه هريسه، هنا حطيت فلفل اسمر ومعلقه هريسه. تعالوا بقى نجيب البصل المفروم اللي اتحط عليه الهريسه والملح والفلفل، ونتبل بيه كده البطايه بتاعتنا من تحت الجلد علشان نطعم الصدر، ومن جوه كمان البطايه. هنغطيها بستريتش راب وهندخلها التلاجة. احنا كده بالليل يا جماعه بنحضر للعزومه. تعالوا بقى نجيب الفرخايه، وطبعا تتبيله الفرخايه مختلفه عن تتبيله البطايه. البطايه بصل وملح وفلفل وهريسه وبس. تعالوا بقى نحط بهارات تندوري على ميه البصل اللي احنا حاطين عليها ملح وفلفل اسمر ومعلقه كبيره من الهريسه. هنضيف عليها معلقه كبيره ليمونه او ليمونتين، ومعلقه كبيره من دبس الرمان، وشويه زيت. هتبل بقى الفرخيه بتاعتي من جوه وبره ومن تحت الجلد برضو بتاع الصدر، وهغطيها بستريتش راب ودخلتهم التلاجة يا جماعه. وعايزه اقول لكم احقاقا للحق، يعني انا مقوره بتنجان وكوسه وفلفل، وطلعت البومبار بتاعي يفك، وخرطت الخضره ودخلت انام. النهارده بقى الصبح زي ما انتم شايفين كده، انا قمت الصبح اهو زي ما انتم شايفين انا مغيره هدومي طبعا استقبالا للضيوف. اول حاجه عملتها دخلت الفرخيه بتاعتي زي ما انتم شفتوا كده في السيخ، وقفلت عليها كويس بالمشابك بتاعتها او الشوك بتاعتها. واللي انتم شايفينه دوت عرق سوس، بحط عليه كربوناته وشويه ميه واربط الكيس بتاعه وبحطه في مكان فيه شمس. والبطايه زي ما انتم شايفين الميه غليت، حطيت فيها حبهان ومستكه وورق لورو وسقطت البطايه. تعالوا بقى نجيب الخضره بتاعتنا اللي احنا محضرينها اللي هي خضره مشكله. هغسل الرز، وده كان 2 كيلو ونص من الرز. هحط عليه ملح وفلفل وكركم وكاري وكزبره، بس الكزبره تبقى كتير شويه، وكمون وفلفل اسمر طبعا. وطبعا معلقه الهريسه حطيتها مع الطماطم وانا بسبك تسبيكه المحشي لو انتوا فاكرين. هنا بقى عندي الكوسه والبتنجان والفلفل والبومبار، قعدت احشي كل الكميه يا جماعه. وزي ما انتوا شايفين كده انا بسقط هنا البومبار طبعا بعد ما الميه غليت واتقطعت من الغليان. لازم الميه البومبار تبقى مغليه كويس جدا، عشان اول ما البومبار اسقطه فيها كده يتقفل معايا وما يطلعش الرز بتاعه. وادي حلتين المحشي المشكل على النار. تعالوا بس نطلع البطايه بتاعتنا. وهنا عملت شفشقين عصير مانجا طبعا مع العرق سوس يا جماعه، وكنت عامله كمان تمر اللي هو البذور اللي هو بيتغلي مع الكركديه كده، بعمله بالكركديه بيبقى حلو جدا يا جماعه. ننضف بس مكاننا علشان هنشوف هنعمل ايه في البطايه. هشققها كده بالسكينه، بتبقى شكلها حلو بعد ما بتتحمر. وهنا حطيت عليها دبس رمان وادخلها بقى تحت الشوايه. عايزه اقول لكم لغايه هنا انا ضيوفي حضروا ومعرفتش اصور الاكل بعد ما طلعته، بس عايزه احلف لكم بالله ان كان طعم طعامه وحلو حلاوه. وكفايه ان محدش ساعدني، انا عملت كل اللي انتوا شايفينه ده بكل سهوله. بتحضري من بالليل وتقوم الصبح على التسويه. شايفين بقى الفرخيه عامله ازاي؟ مش قادره اوصف لكم البطايه وطريقه التقديم اللي قدمت بيها الاكل كان حلو جدا.